بيبدأ فيلمنا في بعد تاني من أبعاد الأرض مع ولد صغير اسمه بيتر، وفي يوم بيدخل بيتر مكتب أبوه، بس فجأة بيدخل أبوه عليه وبيقعد يلم كل أبحاثه وأوراقه كلها اللي في المكتب، وبعد كده بيروح للسبورة اللي بتكون موجودة في المكتب وبيمسح من عليها كل المعادلات والكلام اللي بيكون كاتبه عليها. وبنلاحظ إن عنده في المكتب عنكبوت بيكون محطوط في إزازة من أزاز المختبر لأنه كان بيعمل عليه التجارب على العنكبوت ده. وبعدها بيودوا بيتر عند عمه بن ومراته ماي وبيسيبوه وبيسافروا، بس هما مسافرين للأسف بيموتوا، وبيفضل بيتر عايش مع عمه بن ومرات عمه ماي اللي ربوه، وبتلف الايام وبتجري لغايه ما بيتر بيكون كبر وفي المدرسه الثانويه حاليا، وبيكون بيعشق التصوير جدا وشاطر قوي فيه. وطبعا بنعرف ان كل اصحابه في المدرسه محدش فيهم بيحبه او حتى قريب منه، وعلى طول بيتنمروا عليه وبيضايقوه باستمرار. اما البنت دي بقى يبقى اسمها جوين ستايسي، ودي بقى يا جماعه اموره الكليه اللي بيتر بيحبها وبيكون معجب بيها جدا، وعلى طول بيصورها وهي مش واخده بالها، لكنه مش بيعرف يعترف لها بده. وفي يوم بيكونوا في المدرسه وبيشوفوا كلهم فلاش زميلهم بيتنمر على واحد زميلهم، وبيطلب من بيتر انه يصوره وهو بيتنمر عليه، لكن بيتر بيكون رافض جدا وبيقول له ان ده غلط ومش هيعمل كده. لكن فلاش ما بيكونش مهتم اصلا بالكلام اللي بيقوله بيتر، بيقوم حادف الواد اللي بيتنمر عليه على جنب وبيقوم ماسك بيتر ضربه. ولما بيطلعوا الفصل بتكلمه جوين لاول مره وبتحاول تخفف عنه وتواسيه، وبتقول له ان اللي عمله صح لان ما كانش ينفع يصوره وهو بيتنمر عليه. وبعد ما المدرسه بتخلص بيروح بيتر على البيت، وبتلاحظ عمته ماي وبتاخد بالها ان وشه مصاب، فبتقول له مين اللي عمل فيك كده، فبيحور عليها بيتر وبيقول لها انه وقع على الارض واتعور جامد بس كده ما تقلقيش. وفي نفس اليوم بينزل بيتر مع عمه في القبو عشان ينظفوه، بس بيشوف بيتر هناك شنطه ابوه ان ابوه طلب منهم زمان يخلوا الشنطه دي معاهم قبل ما يسافر. وبعد ما بيخلصوا بيفتحوا الشنطه دي وبيلاقوا في الشنطه دي كمان صور لابوه مع صديق ليه، وبيشوف بيتر كمان ورق في الشنطه دي عن شركه اسمها شركه اوسكورب، وورق تاني في ابحاث ومعادلات علميه كتيره. بيحاول بيتر ساعتها يقراها لكنه مش بيفهم اي حاجه، وساعتها بيدخل عليه عمه بن فجاه وبيقول له انه عارف ان هو متلخبط ومشتت الفتره دي جدا عشان هو ما يعرفش حاجه عن ابوه وامه وعن انهم ماتوا ازاي. فبيقول له عمه ان الحادثه بتاعتهم غامضه جدا وما يعرفوش ايه الصح عن موتهم او ايه الكذب. فبيبص عمه على الصور وبيقول لبيتر ان اللي مع ابوك دوت في الصور بيكون اسمه دكتور كونرز، وان الراجل ده كان شغال مع ابوك في ابحاث كتيره قوي، بس من ساعه ما ابوك وامك ماتوا وهو ما ظهرش واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه اصلا. وبعد ما بيخلص عمه كلام معاه بيسيبه وبيمشي. فوقتها بدا بيتر يفكر وقال لنفسه طب ما ابحث على النت عن دكتور كونرز ده واعرف فيه ايه بالظبط. وفعلا بيعمل كده وبيبحث عنه وبيعرف عنه ان الدكتور اخصائي في علم الوراثه وانه بيشتغل في شركه اسمها اوسكورب. فتاني يوم بيروح بيتر عشان يقابل دكتور كونرز في الشركه، وعشان يعرف يدخل جوه بينتحل شخصيه طالب في المدرسه جاي زياره للشركه بس عشان يتعلم، وهناك بيقابل جوين اللي بتكون بتتدرب عند دكتور كونرز في الشركه. وساعتها بيجي دكتور كونرز وبنلاحظ ان دراعه مقطوعه، وبيكون المشروع بتاعه بيتكلم عن زراعه الاطراف. وساعتها جوين بتشوف بيتر فبسرعه بتحاول تتكلم معاه، بس بيتر بيحاول يهرب منها لكنها بتوقفه وبتتكلم معاه وبتعرفه انها تحميه وتداري عليه عشان دخل من غير دعوه عشان لو عرفوا هيخرجوه. فبتساله جوين عن السبب اللي مخليه يجي الشركه، فبيحور بيتر وبيكذب عليها وبيقول لها انه جاي هنا عشان بيحب دراسه العلوم بس مش اكتر. وبعد ما بتسيب جوين وبتمشي بيخبط في الشخص كان معدي، والشخص ده بيوقع منه الورق بتاعه. ولما بيجي بيتر يساعده عشان يلم الورق بيتصدم جدا وبيتفاجئ ان في معادلات زي بالظبط المعادلات اللي كانت في دفتر ورق ابوه لما كان صغير. فبيمشي بيتر ورا الراجل ده من غير ما يشوفه لحد ما بيوصل لمعمل وبيلاقي ان المعمل ده بتكون فيه تجارب غريبه واجهزه اغرب شغاله عليه. وبيكمل بيتر وبيدخل الاوضه تانية بتكون موجوده في المعمل وبيلاقيها كلها مليانه عناكب، وفجاه بيقع عليه شويه عناكب لكنه بينفض نفسه بسرعه وبيخرج من المعمل، بس بيكون في واحد من العناكب لازقه فيه وقرصه من رقبته. وبعد كده بيخرج من الشركه وبيروح يركب المترو وبينام في المترو من كتر التعب، وطبعا ده بيكون بسبب تاثير قرصه العنكبوت. ولما كان بيتر نايم في واحد من الركاب كان بيحاول يعمل فيه مقلب بيستهزأ بيه، فبيحط على راسه ازازه وبتنزل نقطه ميه صغيره خالص على راسه، بس بيتر بيحس بيها جدا وبيصحى فجاه وبينط مره واحده وبيلزق زي العنكبوت في سقف المترو. وفجاه بيطير الازازه من غير قصد فبتخبط في بنت واقفه، فبيتعصب جوزها جدا وبدا يهاجم بيتر وبيتعارك معاه، بس بيتر بيتفاجئ لانه بيعرف يتفادى ضربات الراجل بسرعه رهيبه جدا ومهاره عاليه، وهو شخصيا مصدوم من اللي بيحصل له. وكمان بدا يضرب الناس اللي معاه اللي بيكونوا بيحاولوا يتخانقوا معاه، بس بعد ما بيخلص بيطلع جري على البيت. واول ما بيدخل بيتخانق معاه عمه وعمته ماي لانه اتاخر على ميعاد رجوعه، وبيحاول يعتذر لهم بس وهو بيتكلم بيحس ان في دبانه رايحه على عمته ماي، فبيمسكها بسرعه كبيره جدا. فبيستغرب اكتر من نفسه اللي هو فيه ايه اللي بيحصل لي وانه ازاي بيعرف يحس باي حركه حواليه حتى ولو كانت تافهه. فبعديها بيسيبهم وبيروح على المطبخ وراح مطلع الاكل كله وقعد ياكل بكميات ضخمه جدا لانه كان حاسس بالجوع جامد، وفي نفس الوقت بيستغرب العم بن والعمه ماي من تصرفاته. بعد كده لما بيخلص بيطلع الاوضه بتاعته عشان ينام، لكنه هو بيغير هدومه بيلاقي عنكبوت في هدومه ميت فبيرميه. وتاني يوم لما بيصحى من نومه بيجيله احساس كبير جدا بالقوه وانه قوي جدا، وكل لما يمسك حاجه تيجي في ايده يا اما تبوظ خالص يا اما تتكسر في ايده زي الحنفيه بتاعه
الميه. فبيقعد محتار مع نفسه كده وبيقعد يفكر جاب منين كل القوه دي، وبيكون حاسس ان القوه دي جات له من العنكبوت اللي لقاه في هدومه. فبيروح للكمبيوتر بتاعه وبيعمل سيرش على ريتشارد باركر اللي هو ابوه اصلا عشان يعرف مشاريعه وابحاثه كانت بتتكلم عن ايه بالظبط، بس مش بيعرف يكمل بحثه عشان زراير الكمبيوتر كلها بتلزق في ايده. فبياخد بعضه وبيروح لدكتور كونرز بيته عشان يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وفعلا بيروح له وبيعرفه بنفسه وبيقول له انه ابن ريتشارد باركر صاحبه. فبيرحب بيه الدكتور جدا وبيدخله لبيته وبيبدا يحكي له عن ابوه وابحاثه، وان ابحاثهم كانت بتدور على حاجه اسمها تهجين الفصائل، وهي شكل من اشكال زرع الاطراف، بس الناس هجمتهم واتهمتهم بالجنون. فساعتها بيقرر ريتشارد باركر اللي هو ابو بيتر انه يجيب عناكب ويختبر عليها التجارب دي بنفسه، بس التجارب دي ما اكتملتش للاخر لان ابوه سافر ومات خلال سفره، وشركه اسكروب ما شافتش نتائج الابحاث دي غير لما مات ريتشارد. بعد كده بيشوف بيتر معادله كانت واقفه مع الدكتور كونرز، فبيحلها بيتر بكل بساطه وبيديها له. فبيتفاجئ كونرز جدا بيها وبينبهر بيه ومن ذكائه العالي لان هو شخصيا ما كانش عارف يحلها اصلا. وساعتها بيطلب من بيتر ان هم يشتغلوا مع بعض، وكمان بيطلب منه انه يجي له بكره المعمل. فبيوافق بيتر جدا وبيتحمس. وتاني يوم بيروح بيتر على المدرسه وبيلاقي فلاش زي عادته بيتنمر على الناس في ملعب كره السله، فبيقرر يدخل المره دي ويوقفه عند حده، وفعلا بيخلي فلاش مسخره قدام الكل وكان شكله وحش خالص. وساعتها بيجي بيتر وبيدخل الكره في السله، بس بدل ما يدخلها بهدوء كسر عمود السله الحديدي كله. فبتعمل له اداره المدرسه استدعاء ولي امر. فبيجي عمه بين للمدرسه وبيكون زعلان من تصرفات بيتر جدا، بس بيتر ما بيهموش الموضوع اصلا. وفجاه وهما ماشيين سوا بيشوف العم بين جوين واقفه، فبيقول لها انه حاسس انه شافها قبل كده، وقال لها ان بيتر معجب بيكي عشان كده حاطط صورتك على الكمبيوتر بتاعه. فبيمشي عمه فبيتحرج بيتر جدا وبيسلم عليها، واتفقوا انهم هيخرجوا في وقت تاني. وبعد كده بياخد نفسه وبيروح لمكان فاضي ما فيهوش اي حد، وبيقعد يتمرن على مهاراته ويكتشفها عشان يكبرها اكتر. وبعد ما بيخلص تدريب بيروح على شركه اوسكار عشان يقابل دكتور كونرز، وهناك بقى بدأ بيتر يساعده في التجارب بتاعته ومشروعه. وبعد ما بيخلص بيرجع بيتر على البيت وبيتخانق عمه بين معاه تاني عشان برضه اتاخر عن الميعاد بتاعه، وكمان قافل تليفونه مش بيرد على حد. فبيتعصب عليه بيتر جدا وبيسيبه وبيمشي، بس من قوته هو خارج بيكسر ازاز الباب. فبيخرج وراه بين عشان يدور عليه، بس ما كانش لاقيه في اي مكان. بعد كده بيروح بيتر للسوبر ماركت عشان يشتري عصير، بس البياع مش بيرضى ياخد منه الفلوس عشان كلها فكه وصغيره قوي. فبيتضايق بيتر وبيسيبه عشان معهوش اي فلوس تاني. وقبل ما بيخرج بيتر بيدخل حرامي مسلح وبيهدد البياع والناس، وبيسرق كل الفلوس اللي موجوده في الدرج، وبيدي بيتر ازازه العصير اللي معرفش يشتريها. وبعد كده بيخرج الحرامي، وطبعا بيتر مش بيعمل اي حاجه لانه كان فرحان في البياع قوي عشان بصراحه ده بياع بارد. فبنروح بعد كده للعم بن اللي ما بيكونش لسه لاقي بيتر، فبيظهر له حرامي فجاه وبيموته بالمسدس. وفجاه وبيتر ماشي بيلاقيه ان ده عمه بن، فبيحاول يساعده بس ما بيعرفش، وللاسف بيموت العم بيتر ساعتها. وبعد كده بتيجي الشرطه عشان تحقق في اللي حصل، وعرفت الشرطه ساعتها شكل الحرامي وسابت الصوره بتاعته لبيتر. فبيحس بيتر بتأنيب الضمير لان اول ما بيشوف الصوره بتاعه الحرامي بيعرف ان ده الحرامي اللي سابه يهرب، ولو كان وقفه ما كانش كل ده حصل. وبعد كده بيروح بيتر المدرسه وبتقابله جوين وبتحاول تهديه وتواسيه وتقف جنبه، لكنه مش بيكون مهتم وبيسيبها ويمشي. ومن اللحظه دي بقى بيبدا بيتر يكرس كل حياته عشان يلاقي الحرامي ده وينتقم منه. وفعلا في يوم من الايام بيطاردوا بيتر وبيعرف يجيبه، بس بيكون معاه ناس كتير جدا فبيهرب منهم بيتر. وساعتها بيكتشف انه بيعرف يتسلق الحيطه ويمشي عليها بسهوله، وبيوصل بعدها بيتر للحرامي لكنه مش بيأذيه لانه مش بيلاقي على ايده نفس الوشم اللي كان موجود على ايد الحرامي التاني. فبيعرف ساعتها ان مش ده هو الحرامي اللي بيدور عليه. ولكن فجأة بيقع بيتر جوه حلبة مصارعة مهجورة وكبيرة جدا وبتكون قديمة قوي كمان، وبيشوف وقتها مرسوم على الحيطة قناع لسبايدر مان. وساعتها بيقرر انه هيعمل لنفسه قناعه الخاص عشان لما يوصل للمجرمين ما يعرفوش شكله ويحاول ينتقموا منه. فجأة وبعد ما بيخلص بيبدأ فعلا كل يوم يخرج بالماسك عشان يدور على الحرامي اللي موت عمه، وفي نفس الوقت بيشتغل على معادلات ابوه عشان يعرف يطلع من ايده خيوط زي خيوط العنكبوت عشان يعرف يطير بيها بشكل افضل واحسن. ففضل يجرب الخيوط دي لما رمى نفسه من فوق مبنى، وساعتها بيكتشف ان الشباك دي قويه جدا تستحمله كويس. وبعد كده بيجيب لاسلكي بتاع الشرطه عشان يعرف كل اماكن وطرق المجرمين ويبدا يطاردهم ويسلمهم للشرطه. وكمان صمم لنفسه بدله كامله عشان يلبسها هو بيطارد المجرمين، وفعلا بينجح انه يصنعها بدقه. وفي يوم من الايام بيطارد مجرم، بس بتيجي الشرطه وبيقبضوا عليه هو اللي هو خيرا تعمل شرا تلقى في البلد دي، انه بيكون كده مش بيعمل حاجه قانونيه لكنه بيعرف يهرب منهم وبيرجع البيت. واول ما بيدخل بيتصدم بعمته لما بتشوف وشه بيكون كله مليان كدمات، لكن طبعا بيتر مش بيقول لها اي اجابات مقنعه كالعاده. بيطلع ينام، وتاني يوم لما بيروح المدرسه بيقابل جوين هناك وبتعزمه على العشاء عندها في البيت. وبعد كده بنروح للدكتور كونرز اللي بيكون خلاص كده خلص التجارب بتاعته ومستعد عشان يجربها على البشر. الشركه مش بتوافق عشان التجربه بتكون غير امنه وغير مضمونه نهائيا، وما يعرفوش النتائج بتاعتها تكون عامله ازاي اصلا. فبيفصلوا دكتور كونرز من شغله خالص عشان فاكرينه انه مجنون وهبل. ولما بيجي الليل بيكون دكتور كونرز بيجرب المصل اللي عمله بنفسه على نفسه، والصدمه ان فعلا دراعه بدات تنمو من تاني وتكبر. بيتفاجئ من شكل ايده
الغريبه وجلدها اللي ما بيكونش شبه جلد البشر، وفجاه بيتحول دكتور كونرز. وبعد كده بنروح لبيتر اللي وصل لبيت جوين في ميعاده ودخل من الشباك، وبعد شويه بيدخل عليهم ابوها وبيكون شغال ظابط، وبيكون بيتعامل مع بيتر بطريقه لطيفه وكويسه وبيقول له العشاء جاهز. ففعلا بيتر بينزل وبيبدا يتعشى معاهم. فساعتها هم قاعدين بيفتح ابو بيتر موضوع سبايدر مان وبيقول انه مجرم ولازم يقبضوا عليه، بس بيتر بيعترض على كلامه والكلام بيكون حاد جدا والدنيا ما بينهم نار. جوين تهدي الدنيا بينهم، يا جماعه اهدوا مش كده بس، صلوا على النبي احنا بنتعشى. فبتطلب من بيتر يجي يقف معاها على السطح عشان يتكلموا شويه في الهدوء، وفعلا بيطلعوا فوق وبيتكلموا سوا، وبيحاول بيتر يقول لها ان هو سبايدر مان بس ما بيعرفش وكان متردد جدا. فبتتوتر جوين وبتفتكره عايز يعترف لها بحبه، فبتسيبه ولسه هتمشي بيسحبها بيتر بخيط العنكبوت، لحظه كده رومانسيه يعني، وساعتها بتعرف ان هو سبايدر مان وبتتفاجئ جدا، ما بتكونش متخيله ان هو سبايدر مان اصلا. وفي نفس الوقت ده في المدينه على الكوبري بيكون في وحش غريب على شكل سحليه كبيره قوي عمال يدمر العربيات اللي على الكوبري وعمال يهاجم في كل الناس. فبيحس بيتر باللي بيحصل فبيلبس البدله بتاعته وبيروح على الكوبري وبدا يهاجم الوحش السحليه ده طبعا، وانتوا عارفين مين هو من غير كلام، بس بيهرب منه. وفي نفس الوقت بيتر كان بيحاول ينقذ طفل صغير في عربيه، وفعلا بينقذه على اخر لحظه قبل ما العربيه تقع وتنفجر بيه. اما السحليه المعفنه دي بقى فبتهرب عن طريق المجاري، وطبعا بنعرف ان دكتور كونرز حول بالمنظر ده عشان المصل اللي جربه على نفسه. بعد كده بنروح لابو جوين اللي بيكون في مؤتمر وبيظهر على التلفزيون وبيقول ان المجرم اللي على الكوبري هو سبايدر مان ولازم يقبضوا عليه عشان بيهدد امن الناس وبتاع ايه. وتاني يوم بيروح بيتر على المدرسه وبيقابل جوين، بيفهمها بيتر ان هي الوحيده اللي تعرف مين هو سبايدر مان وانها لازم تحافظ على السر ده. وبعديها بيسيبها وبيروح يقابل دكتور كونرز، وبيعرف ان دكتور كونرز عمل على نفسه التجربه، وبيلاحظ كمان ان في فار دكتور كونرز عمل عليه التجربه وتحول الفار لحجم اكبر وبقى اشرس بدرجه كبيره جدا. وهنا بيفهم ابننا بيتر الاحداث كلها وعرف ان السحليه المعفنه دي هي دكتور كونرز بنفسه. وساعتها بيسيبوا بيتر وبيروح لقسم الشرطه وبيقابل ابو جوين هناك وبيفضل يقول له ويقنعه ان السحليه الكبيره دي تبقى دكتور كونرز، بس ابو جوين طبعا بيطنش كلامه وما بيهتمش وبيخليه يمشي. بس ابننا بيتر يسكت؟ لا طبعا، وبيفضل يدعبس كده عشان يوصل لمكان الوحش اللي بيكون مستخبي فيه. وفعلا بيوصل هناك وبيحط كاميرا عشان يصوروا بيها وعشان كمان يكون معاه دليل يثبت بيه كلامه. بس ساعتها بتيجي سحليتنا وبتشوف سبايدر مان وبتدور ما بينهم عركه كبيره جدا، واخره العركه ان السحليه المعفنه دي بتعور سبايدر مان في صدره جامد. وساعتها برضو بيعرف كونرز ان سبايدر مان يبقى بيتر من اسمه اللي بيكون مكتوب على الكاميرا، وبينجح بيتر انه يهرب منه وبيروح لجوين وبيطلب منها انها تساعده انه يعالج جرحه. وبيكون دكتور كونرز في نفس اللحظه بيحقن نفسه بجرعات اكبر من المصل عشان يضاعف قوته، وبيكون عرف مين سبايدر مان الحقيقي، بيقرر انه يحاربه ويدمره. وفعلا بيروح لبيتر المدرسه فبيلبس بيتر لبسه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما الشرطه بتيجي فبيعرفوا يهربوا هما الاثنين من هناك. وبيروح بيتر ساعتها للمجاري وهو ماشي بتتصل بيه جوين تساله انت فين، فبيطمنها وبيطلب منها انها تروح المعمل تجيب مصل من هناك يخلي السحليه دي ضعيفه وترجعه لشكل الطبيعي تاني. وبعد ما بيوصل بيتر للمختبر بتاع دكتور كونرز اللي بيكون موجود في المجاري بيعرف ان كونرز ناوي يطلع المصل ده في المدينه كلها وناوي ينشره على هيئه جاز من سطح شركه اوسكار. قال ايه دكتور كونرز مفكر انه كده هيخلي كل الناس اقوياء يعني، بس بيتر بيقلق اكتر لانه بيعرف ان كونرز رايح على الشركه وجوين هناك. وبيوصل فعلا كونرز على الشركه وطبعا الشرطه بتهاجمه بس بيطلق عليهم المصل وبيوقفهم وكمان بيرش المصل على كل الناس اللي كانت في الشارع وكلهم بدأوا يتحولوا. وبعد ما بيوصل بيتر للشارع ده وبيشوف الناس كلها بتتحول قدامه بيكلم ساعتها جوين بسرعه وبيقول لها تخرج من الشركه بسرعه، بس جوين بترفض وبتقول له ما ينفعش لان المصل اللي احنا عايزينه خلاص فاضل عليه 8 دقايق ولازم نستنى. بعد كده الشرطه بتشوف سبايدر مان وبيمسكوه وبيجي ابو جوين وكان لسه هيقتل سبايدر مان بس قبل ما يموته بيخلع له الماسك بتاعه اللي على وشه وبيتصدم لما بيشوف وشه لان عرف ان ده بيتر، فبيطلب منه بيتر ان يسيبه يمشي عشان جوين هناك موجوده في الشركه والسحليه رايحه على هناك. فبيسيبه فعلا ابو جوين يمشي وبيديله الماسك بتاعه كمان، فبيجي ظابط تاني من ورا ابو جوين وبيضربه بطلقه في رجله. وفي نفس الوقت جوين بتبقى لسه في المعمل وبيكون المصل كده جاهز بس قدامه دقيقه خلاص ويكمل، فبيوصل ساعتها السحليه بس هي بتستخبى منه وبيكون بيتر لسه ما وصلهاش لان رجله بتكون مصابه وبتكون حركته ابطأ، لكن بيساعده الراجل اللي بيتر انقذ ابنه على الجسر وبيخلي الناس كلها تساعده بالرافعات اللي بتكون موجوده عشان يوصل بسرعه. ولما بيوصل جوين بتكون عرفت تهرب وبيكون معاها المصل وبتقابل ابوها وبتديله المصل وبتخليه يوعدها انه هيدي المصل ده لبيتر ويخلي باله منه. اما بيتر بيكون فوق السطح هو والسحليه ونازلين خناق وضرب في بعض وبيعرف الوحش انه يمسكه ويكسر جهاز الشباك بتاع سبايدر مان وخلاص بيكون هيموته، بس ابو جوين بيكون وصل في الوقت المناسب وبيقول لبيتر انه مش لوحده وبيضرب السحليه بالنار وبيستخدم بيتر النيتروجين السائل عشان يجمد
السحريه وما يعرفش يتحرك تاني، وفعلا بينجح انه يفلت منه وبياخد المصل من ابو جوين وبيحاول انه يحطه في الجهاز، بس السحليه بتقتل ابو جوين وتتخلص منه. بيحاول السحليه انه يوصل لبيتر، لكن بيتر بيعرف على اخر لحظه انه يغير المصل اللي كان السحليه هينشره في المدينه كلها، وبيبدا مفعول المصل الكويس انه يشتغل والناس اللي اتحولت رجعت لطبيعتها تاني، وكمان السحليه بيرجع لشكله الطبيعي تاني دكتور كونرز. وبيتر ساعتها بيكون هيقع منها على المبنى، لكن الحمد لله دكتور كونرز بيلحقه، وساعتها بيروح بيتر جري على ابو جوين وخلاص كان بيموت، بس قبل ما يموت بلحظات بيوصيه انه يبعد عن جوين لان وجوده جنبها خطر عليها جدا وهيسبب لها مشاكل كتير. وبعد كده للاسف بيموت ابو جوين، وتاني يوم بتتعمل الجنازه بتاعته وبيتر بيكون مراقب جوين من بعيد في الجنازه، بس من غير ما هي تعرف ان راح الجنازه اصلا. فبتروح لجوين بعديها وبيكون بيتر بيتهرب منها جدا وبتساله هو ليه ما حضرش جنازه ابوها، فبيتهرب بيتر منها وبيقول لها انهم مش هيعرفوا يكملوا سوا، وبيكون مقهور وهو بيقول لها كده، بس كل ده عشان خاطر وصيه ابوها. فبتسيبه وتمشي، بس وهي ماشيه بتقول له اكيد انت بتعمل كده عشان بابا قال لك كده انك تبعد عني عشان ما تسببليش اي خطر. فبيسكت بيتر وبعديها بتمشي جوين، وبعدها بيلاقي بيتر ان عمه سايب له رساله، ولما بيسمعها بيفرح جدا لان عمه بيكون قايل له فيها انه فخور ومبسوط جدا بيه وانه بيحبه كمان جدا، وبيقول له في اخر الرساله مع القوه العظيمه تاتي مسؤوليات عظيمه. وبعد كده بيروح بيتر لجوين في المدرسه وبيقرب لها تاني ويصلح كل حاجه حصلت بينهم. احنا بنشوف فلاش باك لابو بيتر باركر في اليوم اللي لم فيه ابحاثه كلها واخد حاجاته كلها من مختبر شركه اوسكار، وبيسجل فيديو ليه وبيحفظه، وبيودع في الفيديو ده بيتر وبيمشي. وبعد كده بيروح يركب الطياره هو ومراته ماري، وبتكون زعلانه جدا لانهم سابوا ابنهم بيتر لوحده، فبيحاول جوزها يطمنها انه يكون كويس وانها ما تقلقش، وكان في نفس الوقت بيبعت ملفات من اللابتوب بتاعه لمكان تاني. وبعد شويه بيدخل عليهم واحد من طاقم الطياره وبيلاحظ ابو بيتر ان في ايده دم، فبيقلق وبيتوتر جامد، وفعلا بيهجم عليه الشخص ده وكان عاوز يموته، بس بيتخانقوا وبتدور بينهم خناقه كبيره، وبتنتهي الخناقه دي ان ماري بتموت وبيتر بيضرب طلقه في الازاز بتاع الطياره عشان الطياره كلها تنفجر بيهم ويموتوا كلهم، عشان ما يعرفش الشخص الغريب ده ان يوصل للملفات اللي على اللابتوب. وبعد كده بنرجع للواقع من تاني وبنشوف ابننا بيتر اللي مستقر في حياته كسبايدر مان، وبتكون عنده مهمه ساعتها كده، وخلال المهمه بيقدر ينقذ واحد اسمه ماكس. وبنشوف من كلامه مع بيتر ان ماكس شخصيته ضعيفه قوي وجبان وما عندوش ثقه لا في حد ولا في نفسه، واتضح برضو ان ماكس دوت شغال في شركه اسكور وبيسيبه وبيمشي، وبيكون ماكس فرحان قوي ومبسوط، وده عشان هو بيعشق حاجه اسمها سبايدر مان. وبعد كده بيروح بيتر عشان يخلص مهمته، فبتجيله مكالمه من جوين لان النهارده بيكون يوم تخرجهم وهو متاخر جدا، وبتقول له الحفله شغاله يا باشا وانت لسه ما جيتش. فبتساله هو انت فين دلوقتي يا بيتر لما بتسمع صوت صفارات الانذار حواليه، فبيحور عليها وبيقول لها خلاص يا حبيبتي هتلاقيني قدامك كمان دقيقتين 3، وبيقفل معاها. وبعد كده بيتهيأ له بيتخيل ابو جوين راكب عربيته وماشي قدامه، بيحس بالذنب ساعتها لان لو فاكرين الجزء اللي فات وعده انه هيبعد عن بنته عشان يحميها. وبعد كده بيفوق بيتر من تخيلاته وذكرياته وبيخلص مهمته وبيروح جري على الحفله بتاعه التخرج، وبيلحقها على اخر لحظه هم بيندهوا على اسمه. وبعد ما بيتكرم بيروح لجوين وبيتكلموا شويه وبيتفقوا يتقابلوا بالليل على الساعه 8 كده. بعد ما بتمشي جوين بيبقى بيتر شايف خيال ابو جوين في كل مكان، وده بيبقى مضايقه جدا طول الوقت وبيخليه يفضل حاسس بالذنب جدا وبتأنيب الضمير. وبنيجي بالليل وفعلا بيروح بيتر لمكانه اللي المفروض هيتقابلوا فيه، بس ما بيرضاش يدخل، فبتشوفه جوين من بره وبتخرج له وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها انه مش هيقدر يكمل معاها، وده عشان هو بيشوف ابوها قدام عينيه في كل مكان وطول الوقت وبيفتكر وصيته دايما، وده مخليه يحس بالذنب على طول. فبتتعصب جوين جدا عليه وبتزعل منه لانه كل يوم يقول لها نفس الاسطوانه المشروخه دي، وبتقول له انا فعلا المره دي من اللحظه دي هننفصل نهائيا من غير رجعه، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيفضل بيتر مكمل حياته كسبايدر مان، وبتكون كل الجرايد والاخبار ملهاش سيره غير سيرته طول الوقت، ودايما بيكون حديث الساعه قدام الناس في المدينه. وبنروح بقى الماكس اللي شفناه في البدايه اللي بيكون عامل عرايس على شكل سبايدر مان ومعلق له صور في كل مكان في اوضته، وبيتكلم مع الصور والعرايس دي طول الوقت لانه بيكون بيعشق سبايدر مان وبيبقى مهووس بيه بشكل مش طبيعي خالص من يوم ما سبايدر مان انقذه وبقى كده. وبعد كده بيروح ماكس لشغله في شركه اسكروب وبيبقوا شغالين على مشروع ليه علاقه بالطاقه الكهربائيه، وبيقابل في الاسانسير جوين بالصدفه، فبيتكلموا سوا وبيقول لها ان سبايدر مان انقذه، لكن جوين ما بتكونش مهتمه باللي بيقوله وبتسيبه وتمشي. وبعد كده بنشوف هاري، وهاري ده بقى يبقى ابن نورمال صاحب شركه اسكورب، وبيروح عشان يزور ابوه اللي بيكون تعبان جدا وبيحتضر، لكن العلاقه ما بينهم بتكون مش احسن حاجه لان هاري بيكون بعيد عن ابوه من زمان جدا وما شافوش بعض بقالهم سنين. فبيقول له ابوه ان المرض اللي بيموته حاليا ده هو مرض وراثي في العيله، واكيد المرض ده هيجي لك انت كمان وهيموتك. وبيقول له كمان انه هيسيب له كل الشركات بتاعته كلها لان هو وريثه الوحيد، وبيديله كمان قبل ما يموت جهاز صغير جدا وما بيكونش هاري عارف يعمل ايه بالجهاز ده او يستخدمه ازاي حتى، لكنه بياخده وبيمشي. وبيروح بعدها للشركه، وساعتها بيكون ماكس خلص شغله وماشي، لكن المدير بتاعه بيوقفه وبيقول
له يخليه موجود عشان فيه مشكلة في مشروع معين ولازم يصلحها. فبيكون ماكس قاعد في الشركة لوحده بيبدأ يصلح العطل اللي المفروض يخلصه لحد ما بيتكهرب فجأة وبيقع جوه جهاز مية وبيتكهرب، والتيار الكهربي بيبدأ يدخل جسمه بالكامل وبيتحول لحاجة غريبة كده هنكتشفها بعدين. وبعد كده بنروح لهاري وهو قاعد في الاجتماع الأول ليه في مجلس الإدارة، وبنشوف إنه بيتعامل مع الأعضاء بتكبر وغرور وغطرسة كده، ومحدش من الموظفين بيكون طايقه أصلا، وهيموتوا ويقوموا يجيبوه من شعره زي كده بالظبط. وفي نص الاجتماع بتدخل السكرتيرة بتاعته وبتقول له إن بيتر باركر مستنيك بره، وبنكتشف إن هاري وبيتر صحاب من زمان وكانوا صحاب من أيام المدرسة، وبيعزيه بيتر على موت أبوه. وبعد كده بيروحوا يتمشوا شوية سوا وبيسترجعوا ذكرياتهم هم عمالين يضحكوا ويهزروا. وفي نفس الوقت بتكون إدارة الشركة بتحاول تخبي اللي حصل لماكس، وبيتأكدوا إن مفيش أي أخبار عن الحادثة وصلت لهاري أو الصحافة. وبنروح بعد كده لماكس وهو بيفوق في المشرحة، والمفروض إن هو ميت يعني، لكنه بيكون غريب جدا وبيكون بيعرف يتحكم في الكهرباء كويس جدا أو في أي جهاز كهربي، وبيسيب المكان كله وبيمشي. أما عن ابننا في الوقت دوت بيكون ساب هاري وراح عشان يقابل جوين، فبتقول له جوين إنهم في الوقت الحالي هيتعاملوا كأصحاب بس مش أكتر، عشان ما يكونش خلف الوعد اللي وعده لأبوها، وفي نفس الوقت ما يكونوش بعدوا عن بعض وتفرقوا. فبتقول له جوين إنها هتسافر إنجلترا لأنه جالها بعثة علمية هناك من شركة أوسكورب عشان تكمل دراستها هناك، وده بيزعل بيتر جدا. وفجأة بيحس بيتر بخطر كبير جدا، لكن في نفس الوقت بيكون ماكس خرج في الشارع وبيحاول يسحب كهرباء من الكهرباء العمومية اللي في الشارع كله، فبيشوفه شرطي وبيروح له وبيقول له إنه يبعد عن الكهرباء، لكن ماكس بيحس بخطر وبيبدأ يضرب في الناس اللي واقفة. وفي نفس الوقت بيوصل سبايدر مان وبيحاول يهدي ماكس وبيتكلم معاه بهدوء، وبيطلب من الشرطة محدش يضرب عليه النار لأنه يعرفه، وبيطمنه إنه فعلا بيكون ماكس وبيكلمه بهدوء. بس في اللحظة دي بيكون في قناص من الشرطة بيساوي في اتجاه ماكس وبيضربه، فبيتعصب ماكس جدا وبيتنرفز وبيفتكر إن سبايدر مان متفق معاهم وبيبدأ يضربهم كلهم حتى سبايدر مان، وده بيخلي المدينة كلها تتدمر. لكن بيعرف سبايدر مان يوقفه في آخر لحظة بإنه استخدم خرطوم مية بتاع المطافي، وده بيكون بيضعف قوة ماكس جدا، فبيقدروا إنهم يقبضوا عليه ويحجزوه. لكنه قبل ما بيروح معاهم في حتة بيحلف لسبايدر مان إنه هيدمره. وبعد كده بيروح بيتر البيت وبيكون تعبان ومرهق جدا، وكان زعلان في نفس الوقت لأن قبل ما يروح يواجه عمنا ماكس عرف إن جوين هتسافر وتبعد عنه. المهم بنروح ساعتها لهاري اللي بيكون قاعد في الشركة وبيكون عارف يفتح الجهاز اللي أبوه عطوه له بالصدفة، وبيكتشف إن فيه ملفات مهمة جدا عن أسلحة ومعدات خطيرة قوي وممكن تدمر الدنيا كلها. وفي نفس الوقت بيكون بيتر قاعد في بيته وبيصلح جهاز الشباك بتاعه لأنه بيكون اتدمر خالص لما ماكس ضربه بالكهرباء قبل كده، وبيقطعه فجأة إنه بيجيله تليفون من هاري بيقول له إنه محتاج يشوفه ضروري. وفعلا بيروح لبيتر وبيوري له هاري فيديو لأبو هاري وأبو بيتر سوا، وكانوا بيشرحوا في الفيديو عن مشروع تهجين العناكب. فبيقول له هاري إن سبايدر مان بقى عنده كل القوة دي وبقى سبايدر مان لأنه تعض من واحد من العناكب دي، وده معناه إن في أمل كبير جدا إن هاري يتخلص من مرض مزمن ويخف منه. وبيطلب من بيتر إنه يقول له على مكان سبايدر مان عشان عاوز ياخد من دمه عشان يحقن بيه نفسه، لكن بيتر مش بيرضى وبيقول له إن الفكرة دي مش تمام وخطيرة جدا، وإنه ممكن يتحول زي دكتور كونرز اللي اتحول لسحلية عملاقة الجزء اللي فات. فبيتعصب عليه هاري جدا وبيفضل يتوسل ليه ويترجاه عشان يجيب له سبايدر مان، وإنه أكيد عارف مكانه عشان هو اللي بيصوره للصحافة. وبعد ضغط كبير جدا من هاري بيقول له بيتر إنه بيصوره من مكان بعيد أصلا وما يعرفش هو مين ولا مكانه فين أصلا، وبيوعده ساعتها إنه هيدور عليه ويحاول يجيبه له. وفي نفس الوقت بتكون جوين قاعدة في الشركة وبتبحث في بيانات الكمبيوتر على اسم ماكس، ولكن لما مسؤولين الأمن بيعرفوا بيمسحوا كل البيانات بتاعت ماكس وبيدوروا على جوين لأنها كده هتفضحهم. فبتحاول جوين إنها تفلت منهم وبتقابل بيتر في وشها وبتقول له على ماكس وإن الشركة بتحاول تخفي أي حاجة عنه، فبيساعدها بيتر إنهم يشتتوا الأمن ويهربوا خالص من الشركة. وفي نفس الوقت بنكتشف إن في مختبر سري في نفس الشركة بس محدش يعرفه غير العلماء، وبيكون موجود هناك علماء كتير قوي وبيعملوا تجارب على ماكس وبيسموه إلكترو. أما بيتر فبيروح للبيت ولما بيدخل بيلاقي العمة ماي في أوضته ومستغربة إنه معلق صورة أبوه وأمه تاني، فبيسألها بيتر وبيقعد يترجاها عشان تقول له إيه اللي حصل لأبوه. فبعد ضغط كبير من بيتر بتتكلم وبتقول له إن بعد ما أبوه مات جالها 2 ضباط وقابلوها هي والعم بن الله يرحمه، وبيقولوا لهم إن دكتور ريتشارد باركر اللي هو أبو بيتر قبل ما يسافر كان شغال على أبحاث كتير هو ودكتور نورمان، وفي ناس كتير قوي وجهات كتيرة مستعدة تدفع أي مبلغ أيا يكن قد إيه عشان تاخد الأبحاث دي. عشان كده هرب باركر ومراته عشان يبيعوا الأبحاث دي بره، وبكده يكون خان أعز صاحب ليه. فبيزعل بيتر جدا لأن أبوه كان خاين وباع صاحبه عشان الفلوس. وتاني يوم بيروح بيتر يقابل هاري في بيته بلبس سبايدر مان، فبيقول لسبايدر مان إن بيتر قال لي إنك عايز تقابلني لكن مش هقدر أديك من دمي لأن لو فصيلة الدم مختلفة هتموت. فبيتعصب هاري جدا وساعتها بيسيبه سبايدر مان وبيمشي. وبعد كده بياخد هاري نفسه وبيروح على الشركة، وخلال ما هو قاعد كده بيعرف مكان المختبر السري اللي بينفذوا فيه التجارب على ماكس، لكن في الوقت ده بيدخل عليه المديرين وبيطردوه
بره الشركة وبيتهموه إنه السبب في اللي حصل لماكس. أما عن بيتر فبيكون في الوقت ده راجع البيت وبيكون متعصب جدا وبيشيل كل صور أبوه اللي كان معلقها على الحيطة، وموقفش لغاية كده بس لا، ده بيكسر كل المكان في أوضته. لكن هو بيكسر في كل حاجة فجأة بيلاقي عملات مترو وقعت على الأرض فجأة من مكان ما كانش شايفه أصلا في الأول. فبياخد بيتر العملات دي وبيروح بيها على المترو، وأول ما حط العملات دي في المترو يظهر المختبر السري بتاع أبوه، وشكله كان غريب جدا، وحتى المكان اللي كان فيه المختبر كان غريب وكان سري جدا برضه. فبيدخل هاري وبيشوف فيديو لأبوه مسجله لنفسه بيقول في التسجيل ده إنهم عايزين يستخدموا أبحاثه في صناعة الأسلحة الخطيرة دي، ولما رفض هددوه، فساعتها قرر يهرب. وبنعرف إن ده الفيديو اللي كان بيبعته في الأول. يعني معنى الكلام ده إن أبوه ما كانش خاين، وكان بيقول كمان في الفيديو إن المصل اللي استخدمه في العناكب كان من ضمن المكونات بتاعه الDNA الخاص بتاعه، ومعنى ده إن أي حد تاني هيتحقن بيه مش هيعمل أي حاجة ولا هيأثر عليه حتى. وده كمان بيوضح لنا ليه لما بيتر قرص العنكبوت اداله قوة كبيرة قوي، لأنه عنده نفس الجينات بتاعة أبوه. وبعد كده بنروح لهاري اللي عرف يوصل للمكان اللي ماكس موجود فيه، وبيعمل معاه اتفاق إنه هيهربه من هنا، بس في المقابل هيساعده إنه يوصل لسبايدر مان عشان يعرف ياخد دمه. فبيوافق ماكس فعلا وبيهرب مع هاري، واخدوا نفسهم كده وطلعوا على شركة أوسكورب، اقتحموها وخطفوا المدير بتاعها. وساعتها بيجبر هاري المدير إنه يوصله للمصل ده ويديهوله. فأخد هاري حقنة من المصل ده، وأول ما دخل المصل جسمه اتحول لوحش، وكمان بيقدر إنه يوصل الزلاجة الخاصة بشخصية جرين جوبلin. بس هو ما كانش جرين جوبلin الفعلي، لا ده عشان أبوه كان بيصنع الحاجات دي من زمان في شركة أوسكورب. وبعد كده بنروح لبيتر اللي بتجيله رسالة جوين، وبتقوله إنها حاليا في طريقها للمطار عشان تسافر إنجلترا. فبياخد بعضه وبيروح لها، وبيكتب لها على الكوبري باستخدام خيط العنكبوت إنه بيحبها، وراح أخدها وبيروحوا مكان بعيد، وهناك بيقول لها وبيعترف لها إنه بيحبها جدا ومش هيعرف يسيبها ولا يعيش من غيرها، يسافر مع إنجلترا. لكن إزاي اللحظة الرومانسية دي تكمل طول ما عمنا ماكس موجود؟ فجأة أنوار المدينة كلها بتطفي بسبب ماكس، وبيلبس بيتر الماسك بتاعه بسرعة، بيودي جوين لمكان آمن بعيد عن أي خطر، وبيربط إيديها بالشباك عشان ما تجيش وراه وتكون في خطر. وبعد كده بيوصل بيتر لمكان ماكس، وبتدور بينهم معركة كبيرة لحد ما ماكس بيكون خلاص هيموت بيتر. لكن في اللحظة دي بتوصل جوين بعد ما عرفت تحرر نفسها، وراحت خبطت ماكس بالعربية، فراح واقع على الأرض. فبعد كده بيكمل بيتر خناقته مع ماكس، وبيقدر بيتر إنه يدمر ماكس عن طريق إنه يشحنه بطاقة عالية جدا أكتر من اللازم، فبينفجر فجأة. وساعتها بيوصل هاري بشخصية جرين جوبلin، وأول ما بيشوف جوين بيفهم إن بيتر يبقى سبايدر مان بنفسه، فبيضرب بيتر وبيخطف جوين وبيروح بيها لبرج الساعة. فبيروح بيتر جري وراه، وأول ما بيتر بيوصل له بيروح هاري رامي جوين من فوق البرج، فبيحاول بيتر إنه يلحقها، لكن هاري بيمنعه على آخر لحظة. وأول ما بيفلت بيتر من هاري بيحاول إنه يوصل لها وينقذها بسرعة، لكن للأسف بتكون جوين ماتت قدام عينيه. فبيروح لها وبيفضل يعيط كتير وهو منهار من العياط لأنه بيحبها جدا، بس معرفش يلحقها في الآخر. وبكده بتكون وصية أبوها اتحققت، إن أي حد هيقرب لبيتر هيتأذي جامد. وبعدها بيعمل لها بيتر عزا، وبيكون في أسوأ حالاته وحزين جدا لدرجة إنه فضل كل يوم يروح لها كتير عند قبرها وبيتكلم معاها على طول ومش بيفارقها. وبسبب زعله عليها الجامد بيقرر إنه يتخلى عن كونه سبايدر مان نهائيا. وبيكون هاري في الوقت ده طبعا مرمي في السجن. في يوم بيشغل بيتر فلاشة كان عليها فيديو متصور لجوين هي صورته بنفسها يوم حفلة التخرج لما بيتر اتأخر عليها، وبيسمع ساعتها كلامها اللي بيتأثر بيه جدا. وساعتها قرر إنه هيرجع سبايدر مان من تاني علشانها، وفعلا بيرجع عشان يحارب الشر من تاني ويحارب أي حد مش كويس عشان ينشر في بلده الأمان ويحميها من أي حد يأذيها. ولحد كده بيكون خلص فيلمنا يا شباب. لو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك الجميل زيكم، وسلام.